السلطات المحلية ببشار، فمدينة بشار وبعد أن كانت بالأمس القريب تفتقر للفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء المخصصة للعائلات، تستعد اليوم لاستقبال 3 أقطاب ترفيهية وسط استحسان كبير من قبل المواطنين. مشروع مليح، كنا نستناوه بفارغ الصبر، اللي كنا متمنيينه مساحة خضراء راه جات. احنا فرحانين بهذه المنطقة من راها باية ترجع منطقة جميلة باش نقعدوا فيها. وسجلنا حديقتين على مستوى مدينة بشار، الأولى بالدبدبة حيث خصصنا مبلغ يتجاوز 10 ملايين دينار جزائري. بالنسبة للحديقة الثانية المبلغ المخصص أيضا يتجاوز 10 ملايين دينار جزائري. الأشغال باشرناها راهي الأشغال جارية. منجزات دخلت حيز الخدمة ومشاريع طور الإنجاز هي ثمرات فتح الحوار مع المواطنين لسماع انشغالاتهم وتلبية متطلباتهم على أرض الميدان. دائرة الأحمر ببلدياتها الثلاث الأحمر، موغل وبوكايس قطعت أشواطا معتبرة في المجال التنموي خلال السنوات الأخيرة بفضل بعث وتفعيل مختلف المشاريع والبرامج سواء القطاعية منها أو مخططات التنمية البلدية التي تدخل في صلب اهتمامات المواطن بين السكن بشقيه الاجتماعي والريفي، التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، ناهيك عن تزويد المنطقة بالكهرباء، حيث استفادت 130 عائلة بهذه البلديات من الكهرباء الريفية، وذلك بوضع محولين كهربائيين 160 كيلوفولت حيز الخدمة. سافرت بلدية بوكايس من كهرباء تحسيسها الريفية 333، وأيضا سافرت بلدية الأحمر من كهرباء 108. المنجزات والمشاريع هنا بدائرة الأحمر التي تعكس جهود السلطات المحلية ببشار وعلى رأسها السيد والي الولاية، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي أصبح بدوره يلمس هذا التغيير. فادنا من سكن الريفي وراهم داروا لنا الضوء لما كاين. ايوا الله كثر الخير ان شاء الله. الدولة كاين تغيير كبير كاع الحقيقة من الله على الشيء اللي كاين. ولأن الماء عنصر أساسي في التنمية بدائرة الأحمر، شهدت المنطقة إنجاز بئرين جديدين وخزانين، سعة الأول منهما 5000 متر مكعب تم ربطه بالشبكة الجديدة، والآخر بسعة 60 متر مكعب مجهز بآلات الضخ بمبلغ 231 مليون دينار، وذلك بغية تغطية احتياجات المنطقة بالماء الشروب وتأمين تزويدها بهذه المادة الحيوية، وهي المشاريع التي تعكس مجهودات الدولة في التكفل الميداني بانشغالات مواطنيها. كانت تعاني من مشكل كبير تاع المياه الصالحة للشرب هذه الدائرة، والحمد لله اليوم بفضل المجهودات تاع الدولة كل بلدياتها الثلاث راها تتزود بصفة عادية جدا، خاصة بلدية الأحمر التي كانت تعاني من أزمة كبيرة. كما استفادت بلدية الأحمر من مشروع إنجاز ثانوية بسعة 800 مقعد، بالإضافة إلى عمليات ترميم لكل المدارس الابتدائية لتحسين ظروف التمدرس. بلدية بوكايس تدعمت هي الأخرى بمرافق شبانية ورياضية دخلت حيز الاستغلال على غرار المركب الرياضي الجواري الجديد، والذي سيكون متنفسا للشباب والأطفال لملء أوقات فراغهم وممارسة مختلف النشاطات الرياضية.
دائرة القنادسة ببلديتيها القنادسة والمريجة تشهد اليوم وبفضل المخططات التنموية المتعددة تغييرا جذريا كان له الأثر الواضح على الحياة اليومية للمواطن في شتى المجالات، كقطاع السكن الذي استفاد في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 من حصة إعانة في السكن الريفي قدرت ب905 وحدة سكنية. البرنامج الخماسي 2010-2014 دائرة القنادسة استفادت من برنامج من حصة إعانة في السكن الريفي 905 حصة. نسبة الإنجاز تاعها في تقريبا تفوت 50%. وخلال زيارة معالي الوزير الأول استفادت من حصة إضافية سنة 2013 من 550 مسكن بالنسبة لدائرة القنادسة و110 مسكن بالنسبة لدائرة المريجة. جهود التنمية ببلدية القنادسة متواصلة بغرض مواكبة المتطلبات المتزايدة للتنمية، حيث استفادت أكثر من 1500 عائلة بالبلدية من غاز المدينة الذي دخل منازلهم مع مطلع فصل الشتاء وسط فرحة عارمة من الأهالي. كنا نعانوا كثير ومنذ زمان وحنا نستناو في هذا المشروع، والحمد لله اليوم تحقق بظروف حسنة. تكلفة المشروع 44 مليار سنتيم، فيها شبكة التوزيع وشبكة النقل. طول شبكة النقل فيها 12.7 كيلومتر، أما فيما يخص شبكة التوزيع فتقدر ب 36 كيلومتر. هذا وقد استفادت تجزئة 500 قطعة سكنية بالقنادسة من توصيل شبكة الكهرباء. استفادت من هذا الطاقة الكهربائية. كذلك هنا نشير كذلك إلى المجهود الجبار اللي بذلوه المؤسسات الخاصة والعامة في إنجاز هذا المشروع من 18 إلى 6 أشهر. أما في قطاع الصحة فستتعزز الخريطة الصحية ببلدية القنادسة قريبا من مصلحة لتصفية الدم، وفي الأفق مشروع مكتبة بلدية انطلقت بها الأشغال. بلدية المريجة أصغر بلدية على المستوى الوطني لم تكن بمنأى عن هذه الحركية التنموية، حيث استفادت مؤخرا من مشروع إنجاز 20 مسكنا اجتماعيا، كما تم بها افتتاح دار للشباب لتكون متنفسا جديدا لشباب وأطفال المنطقة. التعليمات الصارمة اللي مديناها هي احترام آجال الإنجاز بالنسبة لجميع المشاريع التنموية، وكذلك في حالة تعدي الأجال نطبق قوانين الجمهورية المتعلقة بالبيناليتي دو روتار. تعليمات كذلك من أجل التكفل الصارم بالاحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم وانشغالاتهم الأساسية. أما في إطار الحركية الكبيرة التي يعيشها قطاع الأشغال العمومية ببشار، فقد تم إنجاز جسر رابط بين البلديتين لفك الضغط على الطريق العابر لسد جرف التربة، وبالتالي فك العزلة على المريجة. دائرة العباضلة ثاني أكبر تجمع سكاني بولاية بشار، ببلدياتها الثلاث العباضلة، مشرع هواري بومدين وعرق فراج، تعيش هي الأخرى واقعا تنمويا هاما، حيث تدعمت جميع بلدياتها بمرافق وهياكل ستضفي حيوية على الدائرة، كما ستعمل على تلبية الحاجيات الضرورية للمواطنين، كعملية إيصال الكهرباء للمستفيدين من السكنات الريفية بكل من بلديتي العباضلة ومشرع هواري بومدين. يا ربي لك الحمد، هذا الضوء، هذا الانطلاق تاع الضوء يفري مشكله كبيره عندنا. تبشرنا خير اليوم انه انطلقت عمليه الكهرباء انت حي 350 تجزئه اللي كنا ننتظروها من سنه 2008. اليوم الحمد لله راه شافت النور بفضل الرجال. دائما وفي نفس السياق استفادت بلدية العباضلة من مشروع إنجاز 5 محولات كهربائية ذات الضغط المتوسط، بالإضافة إلى مشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بسعة 30 إلى 60 كيلوفولت، وهي المشاريع التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين التزود بهذه الطاقة الحيوية ووضع حد لانقطاعاتها المتكررة خاصة في فصل الصيف.
إيصال الكهرباء للمناطق النائية المعزولة بواسطة محولات كهربائية ذات ضغط عالي قادرة على تلبية احتياجات السكان خاصة في فصل الصيف. وقصد تحسين الخدمات المقدمة من طرف الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، تم على مستوى دائرة العباضلة الشروع في عملية استخراج البطاقة الرمادية. بلدية مشرع هواري بومدين رصدت لها هي الأخرى مبالغ ضخمة لتجسيد برامج تنموية عديدة تصب جميعها في خدمة المواطن على غرار إنجاز مشروع 40 مسكن اجتماعي إيجاري وصلت نسبة الأشغال بها 65%، هذا بالإضافة إلى تزويد أكثر من 350 عائلة من الكهرباء الريفية. الكهرباء دخلت عندها مدة شهرين في سنة 2015. الحمد لله مبادرة زينة، هذه حاجة مليحة. سكننا والحمد لله. دخلت الكهرباء عندي مدة شهر، خدمت المنزل تاعي وسكنت فيه. أما في إطار المخطط البلدي للتنمية فقد استفادت البلدية من ملعب معشوشب وصلت نسبة الأشغال به 95%، كما تم ترميم المدرستين الابتدائيتين على مستوى البلدية وتزويد جميع أقسامها بمكيفات هوائية، وذلك بغية تحسين ظروف التمدرس. التنمية المحلية على مستوى بلدية مشرع هواري بومدين شهدت قفزة نوعية، بحيث استفدنا في سنة 2014 في إطار المخطط البلدي للتنمية من 22 عملية، وهذه سابقة نوعية في تاريخ البلدية بمبلغ إجمالي يقدر ب 8,500,000,000 سنتيم. فيما يخص المخططات القطاعية كانت عندنا عملية هامة كما لاحظتوها هي ربط المساكن الريفية بالكهرباء، عندنا كذلك عملية فيما يخص تهيئة الوسط المفتوح اللي رصدت لها الدولة مبلغ ما يفوق 40 مليار. فيما يخص السكن الاجتماعي عندنا 40 سكن راها قيد الإنجاز، ننتظر إن شاء الله التسليم نتاعها في بداية الدخول الاجتماعي المقبل. وببلدية عرق فراج بدائرة العباضلة دائما مشاريع تنموية هامة في شتى القطاعات على غرار مشروع إنجاز 105 مسكن اجتماعي إيجاري انطلقت به الأشغال في مرحلته الأولى ب57 وحدة سكنية، هذا